السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع بالتأكيد يحب الفنان الكبير العملاق أيوب طارش عبسي. الكل يحبه من كل أفراد الشعب اليمني، نساء ورجال، صغار وكبار. من أهم ما غنى النشيد الوطني الذي هو دائما نسمعه ويبدأ ودائما في كل الاحتفالات، في كل الأماكن، على مستوى الاحتفالات الرسمية الصغيرة أو كبيرة، في كل الاحتفالات يبدأ بالنشيد الوطني. هذا أولا. ثانيا، الكل يستمع لأناشيده الوطنية، لأنه أناشيده كلها وطنية فقط، غنى للوطن وليس لشخص، لا لرئيس ولا لمرؤوس، لا لصغير ولا كبير، ولهذا الناس جميعا يحبه. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أيضا يحب أيوب طارش، لأنه أيوب طارش غنى للفلاح، غنى للموظف، غنى للمزارع، غنى للأرض، غنى للسهل، للوادي، للجبل، غنى للحب، غنى للزراعة، غنى للشجر، غنى للطير، غنى للحيوان، غنى للطفل، غنى للمرأة، غنى للحب، غنى للمغترب، غنى لكل شيء، فالكل يحبه. ولذلك نلاحظ أنه في الأعراس لا يوجد عرس على مستوى اليمن إلا أغنيته الزفة تكون مصاحبة لأي عرس. ولذلك أيوب طارش الكل يصحب أغاني، يأخذ معه حق الأغاني، أما عن طريق التليفون أو عن طريق الإمبريثري أو في القنوات الفضائية أو في كل شيء، في مسجل، في الراديو، نستمع لأيوب طارش. فالكل يحب أيوب طارش لأغانيه ولوطنيته، ولأيضا لأنه يلامس أغانيه تلامس الواقع وتلامس القلوب وتلامس المشاعر والأحاسيس. فهو عبر عن الحب، عن العشق، عن الجمال، عن الأرض، عن الطبيعة، عن كل شيء في الوجود، ولذلك الناس جميعا يحبوه. هذا من ناحية. الناحية أيضا الأخرى إن أيوب طارش مجمع على حبه كل الأطراف، كل التوجهات، كل التيارات، كل الأحزاب، كل القبائل، كل أفراد الوطن المتحابين والمتناحرين على مستوى اليمن. ولذلك فأيوب طارش يستحق أن يكون رئيسا، لأنه الكل مجمع عليه. ولذلك أنا من رأيي أنه هو الرئيس الذي يفرض نفسه، ممكن يقبل. هو الرئيس الذي سوف يقبل لو طرح، سوف يقبله الجميع من كل التيارات وبكل التوجهات، متناحرين أو متحابين. في الأخير نقول لأيوب طارش: حفظك الله ورعاك ومدك بالصحة والعافية، وطول بعمرك وأسعدك ووفقك في الدنيا والآخرة. آمين، اللهم آمين.